بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله التشيز كيك بطريقة سهلة وبسيطة قوي، اتمنى تعجبك. شايفين بقى الطبقات عاملة ازاي؟ طبقة البسكوت وطبقة الكريمة بالجبنة وطبقة الجيلي. الخطوات طويلة شوية بس الطعم يستحق في الاخر ان الواحد يتعب لها شوية. تعالوا بينا نشوف مقاديرنا بقى عاملة ازاي. جبت عندي هنا باكوين بسكوت سادة، اي نوع انتي بتفضليه، ده اللي كان متوفر عندي في السوبر ماركت فجبته. وعندي كمان صينية بايركس المقاس الوسط، وربع كوباية زبدة يدوب بس مسيحاها على النار، حاجة بسيطة قوي. جبت نقطتين زبدة في قاع الصينية من تحت وثبت عليها ورق الزبدة بالشكل ده علشان اضمن انها ما تتحركش معايا خالص خالص خالص. برفع الصينية بتاعتي وبجيب الكبة، بحط فيها كمية البسكوت كلها وانزل عليهم كمان بربع كوباية الزبدة بالشكل ده، وبطحنهم طحنتين مع بعض، بيبقوا عاملين زي الرملة المندية كده. وبحاول بقى افردها كلها بسمك واحد، وكمان اضغطها كويس قوي علشان ما تفكش مني، واسويها كلها قد بعض. بفضل اعمل فيها كده بالراحة خالص لما اسويها كلها. شايفين بقت عاملة ازاي؟ ما شاء الله. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي قوي عشان خاطر الخطوات دي هتفرق معاكم بعدين لما تيجوا تقدموها. كمية البسكوت اللي اتفضلت عندي حطيتها في الطواجن بالشكل ده، وكمان ضغطت البسكوت كويس قوي في الصينية. سخنت الفرن عندي على درجة حرارة 220. ده فرن كهربا هتقعد معايا بالظبط 5 دقايق، ولو فرن عادي هتقعد بالظبط دقيقتين 2. في الأثناء دي بقى جبت عندي كوباية لبن متلجة، وجبت عندي كوباية كريمة خام، وكمان جبنة كريمي بتتباع في أي سوبر ماركت معروف. جبت بقى بولة عندي وحطيت فيها الكريم شانتيه، ده كريم شانتيه خام، وحطيت عليه كمان كوباية اللبن المتلج. كريم شانتيه خام يعني من غير سكر خالص، بتزودي سكره انتي حسب الرغبة، فأنا بالنسبة لي بحب أحط معلقة واحدة بس. هجيب عندي المضرب واضرب الأول على سرعة خفيفة لمدة دقيقتين، واول ما القوام يبدأ يتماسك معايا هعلي السرعة واضربه لمدة 3 دقايق كمان كده. افضل اضرب فيها كويس قوي لحد ما السكر يدوب بالشكل ده كده. جبت معايا 6 معالق كبيرة جبنة كريمي وربع كوباية لبن، وعليهم معلقة عسل نحل، وهمزج بقى الخليط ده كله مع بعضه. عايزة اقولكوا طعمها كده لوحدها كان جميل جدا يعني. لما امسك بقى المضرب واحطه في الكريمة وارفعها والاقيها بتقطع كده، تبقى كده خلاص وصلت معايا للقوام المظبوط. وكمان عندي البسكوت ده شكله بعد ما قعد 5 دقايق في الفرن، هحطه بقى في التلاجة ساعة، واحط الكريمة كمان ساعة في الفريزر. ده شكلهم بعد ما قعدوا ساعة، وشكل كمان البولات. قطعت عندي بقى فاكهة مشكلة، فراولة وموز وتفاح منزوع منه القشر، والكريمة شكلها بعد ما قعدت ساعة في الفريزر. هرص بقى الفاكهة بتاعتي، هحط الاول فراولة في نص الصينية كده في كل ناحية بالشكل ده، واحط جنبها موز من الناحية دي ومن الناحية التانية كده. عايزة اقول لكم الكلام ده كله هيتغطى
بالكريمة والجبنة اللي عملناها. وكمان خطوة الفاكهة دي بتغير الطعم كمان للأحسن، بتخلي الواحد كده مش عايز يبطل أكل فيه. كده أنا رصيت الفاكهة بتاعتي. أنا جبت القمع بتاعي هنا على أساس إن هو يعمل معايا بسرعة وأخلص، لقيته مش بيسعف خالص، فمسكت الطبق بتاع الكريمة وحطيت عندي كمية مناسبة في الصينية وفردتها بالراحة خالص، والفراغ اللي ما بين الصينية والفاكهة ده برضه هحط فيه كريمة وجبنة بالشكل ده. ونضفت الأطراف بتاعة الصينية بمناديل مطبخ ومسحتها كويس خالص. جبت بقى الفخار بتاعي، حطيت فوق البسكوت قطعة من الفراولة وقطعة من الموز، نزلت عليهم تقريبا ب4 معالق كريمة، وهفردها كويس في الفخارة بتاعتي وبالراحة خالص علشان احافظ على الطبقات. جبت الفخارة التانية كمان وعملت فيها نفس الكلام. شايفين بفرد بالراحة ازاي الكريمة كده. بس خلاص، بجيب بقى مناديل المطبخ وبنضف الاطراف، وهي ما شاء الله بتنضف من اول مرة. بشيل اي زيادة خالص على الاطراف. هعمل معاكم واحدة كمان كده. بشيل الزيادة كلها. نضفت خلاص الصينية كلها بالشكل ده، والاطراف نضيفة ازاي اهم حاجة. شايفين ده كان الساعة تقريبا 12 بالليل، هسيبها بقى لحد الساعة 9 الصبح تاني يوم. كده كان عدى عليها تقريبا 9 ساعات. هعمل عندي الجيلي بقى. حطيت عندي حلة على النار فيها 3 كوبايات مية حجم وسط، وسبتها لما غليت تماما. واستعملت كمان النهاردة جيلي دريم طعم فراولة. جبت 3 بواكي، فتحتهم وفضيتهم على المية المغلية. نزلت عليهم ب3 معالق سكر كبار، وتقدري انتي تزودي السكر او تقلليه برضو حسب الرغبة. واقلبه لحد ما الوش يروق تماما. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ لو في اي حاجة على الوش بقى بتخلص منها خالص كده. عندي بقى كوباية مية ساقعة، هطفي على الجيلي وانزل بالمية واقلبه تقليبة خفيفة برضو. وبس كده خلاص، هسيبه بقى يبرد ساعة على البوتاجاز، اطفي عليه واسيبه يبرد ساعة. وتعالوا نشوف عملنا ايه. ده شكل البولات بعد ما قعدت 9 ساعات، يعني قعدت من امبارح للصبح. ده شكلها. انا هنا بقى لما جيت حطيت الجيلي كان دافي سنة، فما خلاش الوش رايق معايا، فعرفت على طول ان هو محتاج يقعد في التلاجة كمان ساعة عشان يسقع. شايفين الوش كان عامل ازاي؟ كان محتاج يسقع كمان. هنا بقى الصينية بتاعتي طلعتها من التلاجة، وكمان الجيلي كان ساقع حطيته يسقع. فشوفوا بقى لما اتحط هنا فرقت تماما يعني. جبت المعلقة ونزلت واحدة واحدة كده عليها بالجيلي عشان ما يخرمش الكريمة معايا. شايفين ما شاء الله اللون بقى كان عامل ازاي. سبته يسقع بقى في المرحلة دي من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5 العصر. ده شكله تقريبا بعد ما عدى عليه يوم كامل في التلاجة. عايزة اقولكوا طعمه كان جميل جدا وكان مظبوط خالص. شايفين بقى الطبقات ما شاء الله عاملة ازاي. التركاية بقى لما تيجي تقطعيه
تدفي شوية مية على النار وتحطي فيهم بس السكينة كام ثانية وتقطعيها، وترجعي تمسحيها وتدفي شوية مية وتحطي السكينة وتقطعي. دي كمية الجيلي اللي اتبقت معايا حطيتها هنا، والبولات برضو اللي عملتها. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلبك، وربنا يسعدنا كلنا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.